بمقطع اليوم رح نحكي عن قصة صارت بإنجلترا لعائلة عراقية. العائلة هاي طلعوا من العراق وسافروا على إنجلترا بسبب المشاكل اللي كانت صايرة بالعراق. وطبعا بعد ما سافروا ضلت المشاكل معاهم، لأنه أساسا المشاكل مانا مع العائلة إنما بالعائلة نفسها، والضحية بهاي القصة انقتلت من أقرب الناس إلها. تابعوا المقطع للنهاية مشان نعرف شو القصة وكيف بلشت. تبدأ قصتنا مع بناز محمود. هاي البنت العراقية طلعت هي وأهلها من العراق بسبب الحرب وسافروا على إنجلترا. وطبعا بناز وإخواتها كلياتهم هن 4 أشخاص، 3 بنات وشاب، وأمهم وأبوهم. وطبعا لما سافروا عمامة لبناز واللي هن إخواته للأب سافروا معاهم، يعني كلياتهم كانوا ساكنين بنفس المنطقة. وبعد ما طلعوا من العراق وعلى أساس مشان يطلعوا من المشاكل، ضلت المشاكل وراهن بسبب أبوه لبناز اللي اسمه محمود. كان دائما بعنف البنات بشكل كبير، وأخوهم كان بيعامله بشكل عادي، ولكن كان مركز مع البنات ودائما بيضربن على أتفه الأسباب. ونذكر كمان إنه بنته لما كان عمرها 6 سنين لمست إيد واحد من قرايبينا، ومن شان هيك أبوه اللي اسمه محمود صار يضربها بسبب هذا الشيء. وطبعا مثل ما بنعرف يا جماعة إنه الأطفال اللي بهذا العمر بيكونوا بس بدهم يلعبوا، ولكن أبوهم كان مانعهم من كتير شغلات، حتى المكياج كان ممنوع يحطوه. وبسنة 2002 الأب اللي اسمه محمود قرر إنه يزوج بنته الكبيرة لابن عمه، ولكن غصب عنه، لأنه البنت الكبيرة كانت رافضة الزواج من ابن عمه. وطبعا الأب ما كان مهتم للموضوع وبده يزوج بنته لابن عمه غصب عنه. فاللي عملته البنت الكبيرة إنه هربت من البيت، هربت على البيت على دار رعاية، وقطعت التواصل مع العائلة كاملة، ولكن كانت تتواصل مع أخوها بس. ومرت الأيام وأخوها طلب منها إنه يشوفها، وفعلا هي وافقت، لأنه بالنهاية هذا أخوها، وحددوا المكان والزمان منشان يلتقوا مع بعضهم. وأول ما التقوا اللي عمله الأخ إنه صار يضرب أخته بشكل مرعب، وبعد ما ضربها قال لها إنه أبوك وصاني إني موتك، ولكن أنا ما رح أعمل هذا الشيء، وتركها وراح. وبعد هاي الحادثة قررت انها ترجع تهرب على مكان تاني، ولكن بعد ما تهرب ما تقول لحدا عن مكانها، يعني حتى أخوها ما راح تحكي معه. هربت على ملجأ للنساء وتخبت هنيك، وحتى حطت نقاب رغم انه هن ما بيتحجبوا، ولكن هي حطت النقاب من شان ما حدا من أهلها يقدر يتعرف عليها بالشارع. وبعد كل هاد إخواته لمحمود واللي هو الأب بطلوا يحكوا معه، وكانوا شايفينه إنه هو ما بيعرف يربي ومن هالكلام، وعلى أساس بنته وسخت اسم العيلة. فبلش الأب يفكر كيف ممكن يخلي إخواته يرجعوا يحكوا معه ويورجيهم إنه على أساس هو بيعرف يربي. فاللي عمله الأب اللي اسمه محمود إنه جمع العيلة وبلش يحكي لهم إنه أول شغلة بنتهم الكبيرة ما حدا بيجيب سيرتها بأي موضوع كان، وكأنه ما إجت على الحياة من الأساس. وغير هيك بناته التنتين الصغار قرر انه يزوجهم لاشخاص اكبر من عمرهم بكتير. البنت اللي اسمها بناز زوجها لشخص اكبر منا ب10 سنين، واختها اللي اصغر منا اللي كان عمرها 16 سنة زوجها لشخص اكبر منا ب15 سنة. وفعلا هذا الشيء خلى اخواته يرجعوا يحكوا معه، وصاروا يشوفوه انه بيعرف يربي ومن هالكلام. يعني حرفيا يا جماعة تفكير مريض. وطبعا بناته الصغار اللي تزوجوا كانوا عم يعانوا كتير بزواجهم هذا، وكانوا زواجهم دائما بيضربوهم، لدرجة انه الأخت الصغيرة كانت عم تحاول تأذي حالها، وحاولت كمان انها تنتحر. وغير محاولة الانتحار البنت الصغيرة لما حملت أجهضت. يعني حرفيا يا جماعة كانوا عايشين عيشة بشعة. والبنت اللي اسمها بناز قررت انها تترك بيت جوزها وتروح على بيت اهلها، وفعلا راحت وقعدت عندهم فترة، وبعدين راحت من بيت أهلها دغري لعند الشرطة وقدمت بلاغ، وصارت تشتكي على جوزها إنه دائما بيضربها وبيعنفها. ولكن الغريب بالموضوع إن الشرطة ما قدمت بلاغها، بس سمعت كلامها وقالت له تمام رح يتصرفوا هني. وطبعا لا تصرفوا ولا عملوا شيء. ولما بناز رجعت على البيت أهلها عرفوا إنه هي راحت لعند الشرطة، وقرروا إنهم يواجهوا زوجها، وفعلا واجهوه وصاروا يسألوه عن سبب تعنيف بنتهم. وكان
وكان جوابه إنه بنتكن ما عم تسمع كلمة وما عم تطيعه، وغير هيك قال إنه حتى بالعلاقة الزوجية هي أحيانا عم ترفض وهو ما بده هذا الشيء. وبعد كل هذا الكلام الأهل ما وقفوا مع بنتهم، لا بالعكس صاروا يعززوا للزوج وقالوا له معك حق وبنتهم لازمة تأديب، ورجعوها على بيت زوجها. وبعد ما رجعت بنتهم وكانت عايشة حياة بشعة، صارت حياتها أبشع من أول لأنه الضرب والتعذيب زاد أكتر من أول. وطبعا بناز كانت بتحب شخص إيراني، وبعد فترة من التعذيب من زوجها رجعت كمان طلعت من بيت زوجها وراحت على بيت أهلها وهي حاطة براسها إنه مستحيل ترجع لبيت زوجها مرة تانية. وفعلا رجعت على بيت أهلها وضلت معندي لحد ما جوزها طلقها. وطبعا بيناز والشخص اللي بتحبه اللي اسمه رحمة كانوا ما بيقابلوا بعضهم كتير لأنه بيخافوا حدا من العائلة يشوفهم. وفعلا في مرة كانوا مع بعضهم وواحد من معارف العائلة شافهم، واللي عمله إنه اتصل بعمة لبيناز وحكاله كل شيء. واللي عمله عمة لبيناز إنه جمع العيلة كلياتهم وقعدوا مع بعضهم، وصار يحكي العم ويقول له لأخوه محمود إنه هي تاني بنت إلك بتجيب لنا العار ومن هالكلام. واجتماعهم هذا ضل كتير وهن عم يحكوا مع بعضهم. وبنهاية هاي الجمعة قرر العم إنه يقتلوا بيناز وأختها، وفعلا اتصلوا على أمهم منشان يحكوا لها كل التفاصيل. ولكن اللي ما كانوا بيعرفوه إنه بيناز كانت عم تسمع كل شيء، واللي عملته بيناز إنها دغري هربت لعند الشرطة وكان معاها ورقة مكتوب فيها أسماء كل الأشخاص اللي راح يشاركوا بهي الجريمة، وفعلا سلمتها للشرطة وحكت لهم كل شيء. وللمرة الثانية الشرطة ما ورجت أي اهتمام للقضية، وصراحة لو الشرطة متفقين مع العائلة كنا شفنا شوية اهتمام. ولكن ما بعرف ليش الشرطة ما أنا مهتمة لهالقضية رغم إنه كان فيها تهديد بالقتل. وطبعا بيناز ضلت عم تروح وتجي لعند الشرطة كتير على أمل إنه يستجيبوا، ولكن ما عم يستجيبوا أبدا. وطبعا الأهل كانوا عرفانين إنه هي عم تروح لعند الشرطة لأنه كانوا عم يراقبوها دائما. وبراس السنة أبوها لبيناز اللي اسمه محمود أخذ بنته على بيت جدة، وهنيكي صار يشربها كحول. متخيلين معي يا جماعة؟ عم يشرب بنته كحول وبده يغسل اسم العيلة. وطبعا بعد ما شرب بنته كحول قعد وقال لها لا تطلع لوراها، وفعلا هي قعدت ولكن ما قدرت تقاوم فضولها وطلعت لوراها. وبوقتها شافت أبوها بمنظر مبين إنه رح يقتلها، واللي عملته هي إنها دغري بلشت تهرب من البيت. وهي عم تهرب كسرت شباك بيت جيرانهم بالغلط وضلت هربانة لحد ما وصلت لعند مقهى وأغمى عليها. واللي كانوا بالمقهى دغري أخدوها على الإسعاف، وأول ما صحيت قالت لهم إنه يتصلوا على حبيبها اللي اسمه رحمة. وفعلا رحمة إجا لعندها دغري، وبعد ما طلعت من المشفى راحوا لعند الشرطة وحكوا لهم كل شيء. واللي عملته الشرطة إنه كانت بدها تحاكمها بسبب الشباك اللي كسرته، وقالت إنه كلامها كله هذا بسبب إنه هي سكرانة، يعني ما بيقدروا يعتمدوا على كلامها لأنها سكرانة. وطبعا هي ما رجعت على بيت أهلها لأنه رحمة أخدها وخلاها تعيش مع أهله بالبيت. وبعد مدة قصيرة أهلها لبيناس صاروا يتواصلوا معها مشان ترجع على البيت، وتواصلوا مع رحمة كمان منشان يرجعها. وفعلا هي كانت بدها ترجع وقالت إنه يمكن هاي المشاكل كلها تنحل، وفعلا جهزت حالها وراحت على بيت أهلها. ولكن بعد ما راحت بيناز اختفت تماما. ولما حبيبها رحمة حس بتأخرها إنه ماله طبيعي قرر إنه يروح لعند الشرطة ويقدم بلاغ عن اختفائها. ولكن الصادم بالموضوع إنه هو بطريقه لعند الشرطة في أشخاص حاولوا إنهم يخطفوه ولكن ما قدروا إنهم يوصلوا له، ووصل هو لقسم الشرطة وحكالهم كل شيء. وفعلا الشرطة راحت على بيت الأهل وسألوهم عن بيناز، والأهل قالوا إنه هي إجت لعندهم وراحت. وغير هيك قالوا لنا للشرطة إنه هن عائلة متفتحة ومن هالكلام. وطبعا الشرطة ضلت شاكة بالموضوع، وبعد بحث قصير اكتشف الشرطة إنه في عندهم بنت هربانة من بيتهم، وتوجهوا لعندها وسألوها عن أختهم بيناز. واللي قالته أختها لبيناز الكبيرة إنه أكيد بيناز بتكون انقتلت. وقالت لهم للشرطة كمان إنه في واحد من قرايبينا اتصل عليا وقال لها إنه الدور رح يجيكي. وهون وأخيرا الشرطة بلشت تتحقق بالموضوع بشكل جدي، والشرطة رجعوا لعند الورقة اللي عطيتهم إياها بيناز من أول، واللي كان مكتوب فيها أسماء الأشخاص اللي رح يقتلوها. وفعلا الشرطة ألقوا القبض على كل الأشخاص اللي كان مكتوب اسمهم بالورقة. وطبعا بعد ما سجنوهم الشيء اللي صادم بالقصة إنه هن بالسجن صاروا يحكوا للسجناء إنه هن قتلوا بنتهم وصاروا يتفاخروا بهذا الشيء. ولكن اللي ما بيعرفوه
إنه الشرطة كانت عم تسجل الصوت تبعهم، يعني فينا نقول إنه تأكدوا إنه بيناز انقتلت. فاللي عملته الشرطة إنه بلشت تشوف جوالاتهم وتبحث عن مواقعها بوقت الجريمة أو بوقت اختفاء بناز، وفعلا لقوا الجوالات كلياتهم كانوا متجمعين بمكان معين. ولما راحوا لهذا المكان لقوا بيت مهجور، وبهذا البيت كان في جنينة، ولما فاتوا عليها كانت الجنينة عبارة عن تراب، ولكن في جزء من هذا التراب كان مي، يعني مبين انه التراب رطب. ولما صاروا يحفروا بهذا المكان لقوا جنتاي، ولما فتحوا هاي الجنتاي لقوا جثة بناز مقتولة بطريقة بشعة. وهون الشرطة راحوا عند الاشخاص اللي اعتقلوهم منشان يعترفوا كيف عملوا الجريمة، وفعلا بلشوا يعترفوا بالتفاصيل البشعة. وقالوا انه اول ما بناز رجعت على البيت اهلها قالوا لها انه هن رح يروحوا يشتروا اغراض، وفعلا اول ما راحوا دخلوا عمامة على البيت وصاروا يغتصبوها ويقتلوها، وهن بدهم يغسلوا عارهم. نعم يا جماعة، مثل ما سمعتوا بدهم يغسلوا عارهم وصاروا يغتصبوها، وبعدين صاروا يعذبوها ويضربوها، وبالنهاية خنقوها بربطات تبعيت بوت، وضلوا عم يخنقوها لحد ما ماتت. وبعدين حطوا جثتها بالجنتاي ودفنوها بالجنينة اللي حكينا عنها. يعني بدهم يغسلوا عارهم والعار فيهم هني. وطبعا بعد الاعترافات والأدلة تم الحكم على العم ب 23 سنة، وتم الحكم على أبوه محمود ب 20 سنة، وتم الحكم على باقي عمامة أقل واحد فيهم 17 سنة لأكتر واحد فيهم 23 سنة. وطبعا هاي الأحكام كلياتها تافهة، لأنه هو كان الرأس المدبر لهاي الجريمة، لأنه أقل حكم فيهم لازم يكون الإعدام. وطبعا الهيئة الدولية لإنجلترا عملت مشاكل كبيرة مع الشرطة بسبب إهمالهم لهي القضية، وإنه لو كان في شوية اهتمام كان ممكن بناز تكون عايشة لهلا. وطبعا حبيبها اللي اسمه رحمت بعد ما ماتت بناز ما عاد يقدر يتحمل الشيء اللي صار، وحاول إنه ينتحر، ولكن الشرطة لما حاولت تنقذه دخل بغيبوبة وبعدها مات. ونعم يا جماعة، انتهت حياة بناز على إيد أقرب الناس إله. وبس، هون بنكون وصلنا لنهاية المقطع. لا تنسوا انكم تضغطوا على زر الاعجاب وتشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس منشان يوصلكم كل شي جديد.